اصابه عمل اصابه عمل. انا واثق ان انت مهما عدى عليك حاجات غريبه فانت عمرك ما شفت كوارع مغلفه. لو ده بالنسبه لك عادي فانت برضو اكيد عمرك ما شفت لحم بقري بالمرق مغلف. يعني تخيل كده ممكن تنزلك تقول لك روح هات لي لحمه من عند السوبر ماركت، دي جديده بالنسبه لي، او كوارع. واسعارهم انا حاسس ان هي بالنسبه للاسعار دلوقتي حاسس ان لا هي مناسبه عادي. يعني كفكره مثلا بتاعت اللحمه دي عامله تقريبا 171 جنيه، ففكره 171 جنيه اللحمه كده احنا محتاجين دلوقتي نشوف هي الكميه قد ايه. كفكره 170 جنيه اعتقد ان هم بيجيبوا كيلو دلوقتي لحمه او حاجه، بصراحه ما اعرفش عشان ما احورش. مكتوب كده في الكلام ان هي بتستهلك خلال 3 ايام من الفتح، يعني انت مجرد ما تفتحها معاك صلاحيه 3 ايام. الوزن الصافي 800 جرام، الوزن المصفى 500 جرام، يعني هي دلوقتي نص كيلو ولا كيلو انا مش عارف. وكاتب لك طبعا ان حلال، فدي حاجه بصراحه مهمه جدا طبعا. ومن فوق كده كاتب لك انها كامله الطهي، فدي يعتبر جاهزه. كامله الطهي دي فكره انت بتحطها بس على الميه لمده 5 دقائق بعد كده تاكل لحمه. بس لو طلعت حلوه فدي بصراحه اختراع. فكره انك تجيب لك يا باشا لحمه جاهزه النار السخنه على طول 5 دقائق بس وتقوم واكل لحمه او كوارع. مش بحب الكوارع بس هضطر ان انا اكلها عشان هشوف طعمها عشان الفيديو. والله نفتح عم المعلم ده ونشوف بقى اللحمه او الكوارع عند المعلم بتقول ايه. نفتح ايه الاول؟ ممكن نفتح اللحمه. ريحه اللحمه اللي فاحت. انا سامع التونه مش حاول انا سامع التونه. هو في طبقه بيضه فوق كده مش عارف طبقه دهون تقريبا او حاجه، وتحتيها اللحمه بقى وفي مرق. ننزل بقى باللحمه. الو، انا شايف حاجه ملزلزه بتنزل. اوبا، اوعى اللحمه الحمراء يابا، اوعى اللحمه الحمراء. والله جامده، والله لا جامده. ما انت عينك يمكن اخر مره تشوفها. ده حوار، ده حوار. قطعه لحمه حمراء حمار جامد جدا. يعني انا قلت تبقى لحمه مثلا انها اي كلام، بس لا شايف لحمه حمراء بصراحه، وريحتها لحمه تحس لا يعني ريحه حاجه طازه مش ريحه حاجه اي كلام بصراحه. فوالله نسيب بقى اللحمه على جنب ونفضي الكوارع برده، بعد كده نقوم نسخنهم بقى هما الاثنين ونشوف الكلام على ايه وندوق الطعم. نفتح كده الكوارع. اصابه عمل. هنحاول نمشي الدنيا عشان نكمل الفيديو. ربنا يسامحك اقسم بالله. هنقوم نازلين بالكوارع عشان يا جماعه الحاجه مجمده تمام بس يعني ما تتجمديش على قفانا يعني. انا شايف حاجه زي سمنه عماله تنزل بس. طب هو شكل الحوار محتاج له معلقه. انا شايف جيلي مش شايف كوارع. لا ريحه الكوارع بانت. انت كنت بايت 20 سنه في البتاع ولا ايه؟ طيب اوعى يابا الكوارع. عايز اوري بصوا كده. اوبا كده فرغنا محتويات العلبه. دي وزنها كام برضو؟ نفس الحوار. لا بس دي تختلف بقى. دي الوزن الصافي 800 جرام والوزن المصفى 400 جرام. الثانيه كانت 500. نروح بقى نحطهم على النار فعلا زي ما بيقولوا 5 دقايق. هو جايب لك فوق طريقه التحضير. بتفرغ محتويات العلبه في اناء وتسخن على نار هادئه لمده 5 دقائق، وبعد كده خلاص تبقى جاهز يعتبر على الاكل على طول. فانت كل الحوار اللي هيكلفك هو مجرد بس 5 دقايق وتاكل لحمه وكوارع جاهزه يا زميلي. فدلوقتي ايه، نسخن بقى اللحمه والكوارع ونشوف طعمهم عامل ازاي وهل هي حاجه فعلا جوده حلوه ولا اي كلام. طيب وكده عملنا اهو الكوارع. الكميه حاسس ان هي كميه محترمه بصراحه، بس احنا مش هيفرق معانا الكميه قد ما يفرق معانا الطعم. وانا برضه اسيب لكم انتوا الحكم، انتوا تقولوا لي هل هي كده غاليه ولا رخيصه ولا الدنيا في التمام. يعني شويه الملح بتاعنا وندي واحده الشيف فراك. هي تقريبا لما اتثابت يعني دي مش دي حته عظمه، يعني دي كده عظمايه تقريبا يعني ايه اتهرت جوه. فناخد لنا اهو حته كوارعيه كده ونقول بسم الله. يعتبر الكوارع اصلا يعتبر مهريه، يعني حرفيا هي مهريه. انا عارف بصراحه ان في ناس كتير تعرف من الفيديو ده، يعني في ناس كتير ما بتحبش الكوارع. انا واحد من الناس انا ممكن باكلها بس مش بفضلها يعني ممكن ما اكلهاش كتير، اللي هو ممكن بس ايه اللي هو حاجه بسيطه قوي يعني. فنسيبنا من الكوارع بقى ونخش على اللحمه ونشوف ايه الدنيا بقى. طيب وكده يعتبر سخنا اللحمه. بصوا يا جدعان الحجم الكميه بصراحه حاسس ان هي كميه محترمه. بس على فكره بقى 171 جنيه، هل 171 جنيه دول يعملوا دلوقتي نص كيلو ولا كيلو ولا سيبكم انتوا الحكم ده؟ ولا انتوا كنتوا شايفين الكوارع هل الكميه كويسه على سعرها 185 جنيه تقريبا؟ اذا كان الكوارع بقى انا ما بعرفش احكم فيها عشان انا بصراحه ما بحبهاش قوي. تعالى لي بقى اللحمه انا بفهم فيها. قوم شاربين اول الشوربه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بس شويه ملح. ند واحده الشيف فراك كده واديني في الملح. دي كده قطعه اللحمه الجاهزه المعلبه عنده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب والله جامده قوي وطريه، يعني مش حاسس انها ناشفه بصراحه. اللحمه بصراحه حلوه، طعمها حلو، السوا بتاعها مظبوط. يعني انا بس يعتبر سخنتها بس بصراحه برضو الحقيقه اتقال ان في قطع فيها زي السمين كده او كده. بس بصراحه اللحمه كسوا وكطعم لا، طعم اللحمه بصراحه جامد جدا. مفيش فيها فكره بقى زفاره او فكره فيها حاجه يعني تقلقك منها. لا بصراحه اللحمه طعمها جامد جدا. شايف ان الاختراع ده جامد قوي لو حد قاعد في البيت لوحده مثلا، او حد عايز ياكل لحمه بس ملوش في الطبخ بقى والكلام ده كله، عايز يجيب لحمه جاهزه. فانا شايف بصراحه ان عم المعلم ده حل لك المشكله دي. انت عايز تاكل لحمه، هات لك يا باشا علبه من دي وسخنها بس على النار كده، هتاكل احسن لحمه. ده مش سبونسر او مش دعايه للمعلم خالص، بس بصراحه لفت نظري فكره ان لحمه وكوارع جاهزين. دي بصراحه كانت جديده عليا. انا بشوف تونه، بشوف بولبيف، بشوف الحاجات دي كلها، بس فكره لحمه وكوارع بصراحه دي اللي جديده. بصراحه بعد ما جربتها عجبتني جدا. فانا واحد من الناس لو قاعد عايز اكل لحمه فهجيب له والله دي ومحضره كده على طول 5 دقايق بالظبط. تكون يا باشا معاك طبق شوربه باللحمه. احلى مسا عليك يا زميلي. فبس كده احنا كده جربنا اللحمه والكوارع الجاهزين من عند المعلم. فبس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك في البيج. سلام.